بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايبي وبناتي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. بتعملي ايه يا ام هشام؟ انا بعمل لكم بيتزا كده على السريع. البيتزا الكدابة. ولادي عايزين ياكلوا بيتزا، وانا بصراحة لا قادرة اعجن ولا اخبز ولا اعمل اي حاجة، ما عنديش اي نشاط اعمل حاجة. فقمت كده جايبه عيش فينو كان عندي، لو عندك بيت بينفع، عندك طازه بينفع، فهعمل لهم طلبهم. وبرضه هعمل لهم يعني بامكانياتي، يعني انا مش قادره، مش هقوم اعجن. فاسمها البيتزا الكدابه. عملنا الحمام الكداب، البفتيك الكداب، البانيه الكداب. الست المصريه بصراحه ما بتغلبش وما بقفش عليها حاجه. فهنعمل البيتزا الكدابه او السريعه. فانا عندي عيش فينو، عندي بيض، عندي نص كوبايه لبن، عندي فلفل الوان، عندي زيتون، عندي جبنه. اللي موجود عندك اعملي زي ما تكوني بتعملي بيتزا عاديه بالظبط. هجيب كده الطاسه بتاعتي، اي طاسه غير لاصقه، وهبدا احط كده شويه من الزيت. بس شويه يكونوا حلوين، عشان بس ما نيجي نرص العيش ما يلزقش. هبدأ كده أرص العيش يا بنات، أعملها زي دايرة كده تاخد دوران الصينية الطاسة بالظبط. زي ما احنا شايفين هنرص قطعة جنب قطعة جنب قطعة. ممكن طبعا تعمليها في أي وقت، لو عايزة تقومي تعمليها نص الليل وتراضي ولادك كده وتعملي لهم الحاجة اللي عايزينها، هتقومي تعمليها في أي وقت يا بنات. سريعة جدا وبسيطة، ويعني شغل خفيف، مش هتقومي تتعبي نفسك ولا حاجة. خلاص رصينا العيش زي ما احنا شايفين وقطعناه كده قطع صغيرة. هبدأ كده اجيب بيضتين. انا بصراحة كترت البيض، انا كنت عملتها قبل كده يا بنات في طاسة اكبر من دي، ما خدتش بالي ان دي صغيرة، فدي هتاخد كده بيضتين بس. يعني انت لو هتعملي في طاسة قد دي اعملي بيضتين بس، هتعملي اكبر اعملي الثلاث بيضات. طبعا هحط عليهم رشة من الملح والفلفل الاسمر، وهقلبهم زي ما انتم شايفين كده. ومعاه كمان نص كوباية لبن، اي لبن بقى، لبن علب، لبن فلاحي، اللي موجود عندك. ده كان لبن فلاحي كامل الدسم يا بنات. بصراحة ما بجيبش لبن العلب، بحس ان هو غالي على الفاضي ومفيش فيه مفيش فيه خير كده. نازعين القشطة بتاعته، والله اعلم معمول ازاي. المهم جبت بقى التسقية اللي هسقي بيها ايه العيش يا بنات، علشان تمسك كده وتبقى قرص واحد، وتعمل لي زي عجينة البيتزا بالظبط. هرشها كده يا بنات من فوق زي ما احنا شايفين. اظن لغاية كده كله سهل وبسيط ومش متعب خالص. هحطها طبعا على نار هادية، مش هعلي النار ولا حاجة. هغطيها بقى يا بنات كده لغاية ما البيض يبدأ يتجمد معايا. ويمسك كده في العيش، لازم يمسك وادوله فرصة كده ان هو يجمد. يعني بالاسباتولي كده، وهبدأ يعني ايه اسلكها كده من جدران الطاسة، واقوم قلبها على طبق تاني. اتقلبت معايا بكل سهولة زي ما احنا شايفين. وهقوم مرجعها تاني برضو في نفس الطاسة، بس هحط برضو معلقتين زيت عشان ما تلزقش من تحت. معايا عندك كاتشب او صلصة او او الاتنين ميكس مع بعض، اعملي الموجود. انا كان عندي كاتشب، حطيت حوالي معلقتين وفردتها كأنها بيتزاية بالظبط. عايزه اقول لك بقى ريحتها كانت جميله وطعمها جميله وانت عارفه العيش الفينو لما بيشرب لبن بيبقى ايه، يطز ويلز كده تحت السنان، وبتبقى عجينه طريه وجميله جدا. حطيت كده الفلفل الالوان. طب ما لو ما عنديش فلفل الوان يا ام هشام، حطي فلفل اخضر عادي خالص، ما فيش اي مشاكل. كان عندي هنا جبنه موتزاريلا وجبنه شيدر، رشيت عليها. لو عندك جبنه ميكس او نوع واحد برضو بيكفي، اللي عندك حطيه. هرش عليها كده يا بنات على الفلفل كأنك بتعملي بيتزا بالظبط. طب لو عندك صدور فراخ او حته فرخه كده بايته وولادك غضبانين عليها، ممكن تعمليها شرايح كده وترشيها عليها. عندك سوسيس بقى، عندك لانشون، عندك بيف، سجق، فراخ زي ما قلت لك، اي حاجه تعمليها. طب انا ما عنديش الكلام ده، هعملها بجبن عادي خالص، وهتبقى زي العسل. وعايزه اقول لك كانت جميله، ولاد اتبسطوا منها. في من فوق على الوش كده هعمل شرايح زيتون اهو مخلي. عايزه تحطي اسمر او اخضر، او ممكن تستغني عن الزيتون عادي خالص، مفيش اي مشاكل. وهقوم مغطياه. فالاثناء دي يا بنات احنا النار هاديه، ما احناش معليينها خالص عشان البيض معانا ما يتحرقش. فهسلك كده من جدران الطاسه، واول ما احس ان هي ثابت زي ما انت شايفه كده، يبقى كده خلاص استوت معايا. وطبعا الجبنه زي ما انت شايفه ساحت وبقت زي العسل معايا اهي. هي باينه جدا اهي في الصوره. طبعا هجيب بقى الطبق بتاع التقديم بتاعي، واقوم منزلها، نزلت بكل سهوله زي ما احنا شايفين. وحتى الطاسه مش لازق فيها حاجه ولا اي حاجه، طول ما النار هاديه
معاكي مش هتلزق وهتبقى زي العسل معاكي. عملنا بيتزا ولا عجنا ولا خبزنا ولا ولعنا فرن، وفي نفس الوقت يعني سريعة كده، ممكن تعمليها في فطار في عشاء. انا بصراحة كنت هفطر وزهقت بقى من الفول والطعمية والجبن، فقلت لا هعملها كده على السريع وانا واقفة. عايزة اقولك ما خدتش مني 5 دقايق. طالما المكونات عندك خلاص. فانا بجيب البيض يا بنات بالاسبوع زي ما انتوا عارفين، واللبن برضو بالاسبوع. لو هجيب مثلا نص كرتونة بيض في الأسبوع و2 كيلو لبن، بعمل منه كل اللي أنا عايزاه. زي ما احنا شايفين بقى، هقطعها كده زي المثلثات كأنها بيتزا بالظبط، وهي فعلا بيتزا، وريحة البيتزا وطعم البيتزا. وعايزة أقول لكم عسل عسل عسل، بسم الله ما شاء الله. هقطع كده علشان أفطر. تعالوا بقى افطروا معايا. عايزة تعملها بقى في صينية أكبر بتبقى جميلة جدا، بس بتزودي شوية في المكونات. هقطع كده يا بنات. وطبعا البيتزا عايزة جنبها حاجة سخنة. احنا طبعا الجو بدأ يبرد، وطبعا كلنا بنبقى نشرب حاجة سخنة جنب الفطار الصبح. فهنعمل بجنبها ايه؟ هنعمل شاي الكرك. هعمل شاي الكرك الفلسطيني. الشاي ده على الطريقة الفلسطينية يا بنات. وبيتعمل كده بلبن مبخر. بيتشرى من عندهم كده من السوبر ماركت، فطبعا مش متوفر عندنا. فانا هعمل باللبن العادي، اللي هو بتاعنا العادي خالص. طبعا كل حاجة بتعمليها بإمكانياتك، ولو انتي عايزة تعملي حاجة معينة أو بتحبيها بتعملي بإمكانياتك، مش لازم أبدا تجيبي المكونات الأصلية. بتحطي في الشاي الكرك ايه؟ عندك فصين من الحبهان الهيل، و5 فصوص من القرنفل، وشوية القرفة اللي هي الخشب. أنا خدت نص عود لأن هعمل كوبايتين بس. وهحط معلقة شاي أو 3/4 معلقة، عايزة بقى تقيل خفيف براحتك. وأول ما يغلي كده واديني الريحة الجميلة بتاعت الحبهان والقرفة والهيل، بقوم كده ايه؟ منزلة كوباية لبن. فأنا كده كنت هشرب أنا وأختي، يعني كنا هنفطر أنا وأختي، فعملت على قدنا. طبعا ممكن تزودي الهيل أو الحبهان. برضو بيحطوا زعفران، لو عايزة زعفران اللي هو الشعر الأحمر ده بتحطي، فأنا ما حبيتش. أنا حبيت أعمل كده بالمكونات اللي عندي، وزي ما انا حباه. يعني لو انت حابه الحبان تقيل شويه، حطي حبان تقيل شويه. طبعا كده كنا هنفطر، وكان فطار زي العسل. وتغيير كده يا بنات في الاكل، مش كل مره فول، لا طعميه، لا جبن، لا بيض عادي. لا احنا كده بنعمل يعني ايه؟ امكانياتنا. وكمان في نفس الوقت بنشكل كده في الفطار علشان بس ما نزهقش. فكان فطار جميل الصبح يا بنات كده. انا كنت عاملاه الصبح، وطبعا لما اولادي بيعوزوها في اي وقت بعملها لهم. ما شاء الله، شايفين اسفنجية جدا، والعيش هاشش وطعمه في منتهى الجمال. كده يا بنات الفيديو خلص معايا، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، وكمان دعوة حلوة من قلبكم، وبحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.